بسم الله الرحمن الرحيم برضو. معلش يعني ساعة سفر كنت عايز أتكلم في موضوع تاني مهم. أنا لاحظت برضو إيه، يعني أنتوا مش هتسمعوا الفيديو، بس يعني اللي عايز يسمعوا إيه اسمعوا. إحنا تكلبنا على الدنيا قوي، وبقت كل حسبتنا مادية. هاخد إيه وهدي إيه وأروح فين وهاجي منين، وفي الآخر هي النهاية نص متر في متر ونص ولا 2 متر. الحقيقة يعني كنت عايز أتكلم في إن طبعا انا ولا رجل دين ولا راجل متدين حتى، راجل بني ادم عادي، بس يعني خلاصة الحياة اللي عشتها يعني ان الثواب كله والاخرة والخير اللي هتشوفه ان شاء الله في الجنة باذن الله كله متوقف على الحاجة اللي مش مادية. يعني الكلمة اللي لو لاحظت ان اكتر حاجة ربنا دايما بيتكلم فيها والدين هي ان الكلمة الطيبة ايه؟ صدقة. الكلمة الطيبة دي اهم حاجة في الدنيا. طب ليه الكلمة الطيبة مهمة؟ ليه الكلمة الطيبة مهمة؟ عشان آه، ممكن تسمع كلام كتير مثلا كويس، وتيجي كلمة واحدة مش كويسة تدمر لك كل مشاعرك وحسيسك ونفسيتك. عشان كده الكلمة اللي احنا بنقولها على التيك توك اهو، او على الفيس او على الانستا او اي حاجة، اخطر حاجة انت متخيلها. يعني انت لما تكتب كومنت سلبي او تنمر او كلام بتستسهله بقلة ادب على حد بيقدم اي حاجة او بيعمل اي موقف او بيطلب يشتري او يبيع حاجة، زي ما بنشوف دلوقتي يوميا كمية تنمر وقلة أدب في البيع والشراء، حتى اللي هو حاجة عادية جدا بتحصل كل يوم. أنا بقول كده عشان لو مت يعني أبقى عملت اللي عليا. اللي عايز يسمع الفيديو يسمعه، اللي مش عايز ما يسمعوش. أنا ما كنتش بحب أتكلم ولا بحب أطلع، ولا حتى الفيس بتاعي عليه بوستات من 7 8 سنين على فكرة. بس قلت لازم إيه اللي شوية اللي عرفتهم في الدنيا أقولهم. أنا عارف إن ده بالنسبة لكم طبعا هري ورغي وفيديو طويل وإيه الرخامة دي، بس أنا بقول لكم الكلمة أهم حاجة في الدنيا. خلي بالك من كلامك مع الآخرين. الناس انتوا بقيتوا سيئين قوي، في المواصلات، في الشارع، في السواقة، في البيع وفي الشراء. الناس بقت متعبة. الخروج نفسه بقى مؤذي نفسيا. كل موقف بيعدي بقى صعب. كل موقف عادي في أي حتة في الدنيا ما بقاش يعدي. كل الناس، قلت في فيديو قبل كده نزل معرفش هيتشاف ولا لأ، عندها ضغوط اقتصادية وعندها مشاكل زي ما البلد كلها عندها مشاكل. اوعى تفتكر ان في واحد تاني عشان بيضحك ما عندوش مشاكل، او مش مريض او مش تعبان، او في حد تاني بيصرف عليه وغني والحياة حلوة. ما تحسبهاش كده. الاكتئاب والخنقة، اه الفلوس مهمة، اه الفلوس مهمة، بس انت لما يجيلك اكتئاب وتجيب الاخرين اكتئاب هتتحاسب، وبرضه ممكن ما تروحش الجنة يعني. فلسانك ده ربنا خلقه مش بتتكلم بفلوس. رغم تأثير الكلمة، الكلمة مش بفلوس، الكلمة الحلوة مش بفلوس. ما تشوف حد قال لك شكرا نقول له العفو. ما بنسمعش دلوقتي شكرا ولا سلام عليكم. تسلم على الناس محدش بيرد السلام. انا ما شفتش كده في حياتي على فكره. انا عشت كتير، ما في حاجه غلط يعني. راعوا مشاعر بعض ممكن بعد اذنكم يعني.